السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام في بنالت سبورت. تحياتي للجميع. كأس العرب لكرة القدم داخل القاع الفوتسال، بطولة كأس العرب في نسختها رقم 7 جدة السعودية 2023، الجولة رقم 2 من مباريات المجموعة، وفوز للمنتخب الجزائري ضد منتخب ليبيا، ورسميا تأهل الجزائر إلى دور ربع النهائي على أقل تقدير كأفضل بطاقة في المركز الثالث، لأنها حصلت على 4 نقاط، بينما المركز الثالث في المجموعات الأخرى لن يستفيد إلا بأكثر من 3 نقاط بعد هزيمة لكل المنتخبات اللي في الثالث والرابع في المجموعات الأخرى. بينما هنا الجزائر معها 4 نقاط، يعني زي ما بقول لحضراتكم ضمان التأهل إلى ربع النهائي. مباراة طاجكستان الأخيرة للمنتخب الجزائري قد تضمن ترشحه في البطاقة الأولى، على أقل تقدير أيضا في البطاقة الثانية أو في البطاقة رقم 3. إزاي؟ النهاردة كان معانا مباراة مهمة لكلا المنتخبين. ليبيا جاية من فوز على طاجكستان بهدفين مقابل هدف واحد، كان فوز صعب جدا. ليبيا اللي حققت أول بطولة الثالثة والرابعة من هذه البطولة، لكن الحقيقة مستواهم الفني ومستواهم بالنسبة لإدارة المباريات ضعيف جدا في السنوات الأخيرة. جاي البطولة السنة دي بشكل مختلف من أجل الاستعدادات الأفضل، من أجل تطوير الأداء، هكذا قال مديرهم الفني. المنتخب الجزائري حديث العهد بدأ يتطور جدا. المشاركة الماضية ما كانتش على المستوى، خرج من دور المجموعات، لكن مشاركة هذه النسخة مختلفة تماما. فرض التعادل على السعودية في المباراة الأولى أصحاب التنظيم والجمهور، والنهارده بيقدم مباراة كبيرة وفوز منطقي على ليبيا أداء ونتيجة. الشوط الأول بيخلص 2-0 للمنتخب الجزائري. في الشوط الثاني كان منتخب ليبيا عايز يعمل الريمونتادا، عايز يلعب بقوة ويضغط ويلعب معظم وقت المباراة بالباور بلاي، لكن سجل هدف واصبحت 2-1 بفضل محمد سعيد، اللي بالمناسبة حصل على افضل لاعب في المباراتين اللي كان طرفهم منتخب ليبيا. نعم لاعب موهوب، لكن نظرة كمان الى حارس مرمى منتخب الجزائر سمير طفطاف، يستحق ان هو ايضا يكون احسن لاعب في احد المباريات، لان هو اللي قاد الجزائر للتعادل ضد السعودية في المباراة الاولى، وايضا النهارده له فضل كبير ايضا في الفوز على منتخب ليبيا. ليبيا لما حاولت ترجع في النتيجة 2-1، لكن الجزائر سرعان ما عادت وسجلت الهدف الثالث اللي بيقلل من المعنويات وبيقلل من الحظوظ. ليبيا تمسكت بالامل حتى الوقت الاخير، قدرت تقلص النتيجة الى 3-2، لكن الوقت لم يسعفهم وتنتهي المباراة 3-2 في الجولة الثانية. ترتيب الحالي للمجموعة: الجزائر لديها 4 نقاط في صدارة المجموعة في انتظار المباراة التي ستكون مساء بين طاجكستان والسعودية. ليبيا عندها 3 نقاط مركز ثاني، السعودية بنقطة وحيدة. في حالة فوز على طاجكستان ترفع رصيدها للنقطة الرابعة ايضا لتتساوى مع الجزائر في انتظار الجولة الحاسمة الثالثة والأخيرة اللي هتكون يوم السبت إن شاء الله يا شباب. السعودية هتكون في مواجهة ليبيا، وطاجكستان في مواجهة الجزائر. طاجكستان والجزائر مواجهة سهلة نسبيا للجزائر، ولكن مواجهة السعودية وليبيا هتكون يعني لا تقبل القسم على 2 من أجل حسم الترشح إلى الأدوار المتقدمة. الكل عايز يهرب من البطاقة الثالثة لأنه مرشح بقوة جدا. البطاقة الثالثة هنا يلتقي مع المنتخب المغربي اللي متوقع صدارته للمجموعة الثانية. إذن التأهل في الصدارة يجعل لك الأفضلية في ربع النهائي، ستواجه بطاقة من أفضل مركز ثالث، ستجد نفسك مرشح بقوة لنصف النهائي. فالبطاقة الأولى مرشحة بقوة لها الآن الجزائر، ثم السعودية، ثم بدرجة أقل منتخب ليبيا لو حصلت نتائج معينة. بالتوفيق للجميع، لا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك. دمتم في أمان الله وحفظ.